موقفة جدا مع الناس، مع الشخص ده، مع انه بصوا هو المفروض اللي هو المسيحيين بيقفوا جنب بعض والمسلمين بيقفوا جنب بعض، بس لا، الموقف ده حلو جدا معايا حتى لو هو مسيحي او كده، احنا كلنا واحد. ما ينفعش ان هي حد مظلوم ما نتكلمش، ما ينفعش. كمان كانت بتقول ايه بقى، ان هي كانت في مشروع تاني، واحد اول ما طلع المشروع قال للناس، قال لهم ادفعوا لي، لموا من بعض وادفعوا لي عشان معيش فلوس. مفيش مشكله لو انتوا معاكم جنيه 2 جنيه زياده، حطوه في الاجره بتاعه الراجل ده، مش مشكله. حد يدفع جنيه، حد يدفع اتنين، حد يدفع كده يعني بالنيه. دي ثواب كبير عند ربنا. البنت دي هي اللي دفعت له الاجره كامله لوحدها. الراجل فضل يعني بتقول يشكرها جدا، قالت له على ايه، انا ما عملتش حاجه وكده. البنت دي انا حبيت بجد الفيديو بتاعها دوت، وموقفها مع الشخص، مع الراجل ده ومع الناس دي بجد. حكت موقف تاني برضو هي حصل معاها. آم، فكانت دايما تقولك، فكانت بتقول ان دي رسالة ليك انت كشخص، لازم ان انت ترأف بالبني ادمين، واي حد يحتاج مساعدتك اقف جنبه. مش شرط فلوس على فكرة. لو حد اتظلم اقف جنبه، لو حد محتاج حاجة اقف جنبه، حد تعبان عايز حاجة اعملها له، حد مشغول او بيراعي اطفال او الكلام ده اعملها له. ما تفكرش، بس واعمل الحاجة دي لوجه الله، ما تفكرش في البني ادمين، وما تقولش انا عملت وسويت وبص بيعمل معايا كذا. ما تعملش كده. انا صراحة كنت الاول اقعد اغيظ في نفسي، ده انا عملت وسويت، وده انا، او ماما دي عملت وسويت، وفي الاخر اتعامل معاها كده في الاخر. آم، يعني ملناش دعوه بالحاجات ديت. احنا بنعمل كده لوجه الله، لربنا قبل اي حاجه. ربنا لو ما جازناش في الدنيا يجازينا في الاخره. ولكن انا عارفه ان ربنا الحاجات دي بتفضل متشاله، وربنا بيشيلها لك لحد وقت معين هو بيردها لك فيه. وانا بقول لكم وبنصحكم في اخر الفيديو، لو سمعتوا الفيديو ده اخر، عايزاكم تستغفروا ربنا بمناسبه ان احنا في اول رجب وبس كده. طبعا بداية اول رجب بيبقى فيها مغفرة جامدة، وربنا بيغفر لنا ذنوبنا وكل حاجة. وبس كده يا جماعة، اشوفكم في الفيديو على خير، مع السلامة.